الواتساب لو تسمح. لا، تحت امر. الله يخليك، انت اخبارك ايه؟ وحشني. كله زي الفل، انت اكتر والله. انا عشان بس ظروف شغلي فمش عارف الحقك. معلش. بضطر وانا في الشغل بفتح السماعات انتوا عندكم اسمعك. بيبقى الظهر تقريبا. دلوقتي 2:30 الظهر ولا 3 دلوقتي، 3 الا 5. معلش بقى. فانا حظي وحش، بعمل ايه؟ بس كده كده بتابعك يعني. بس انت بقالك فتره ما دخلتش على الفيس، صح؟ على الايه؟ على التيك توك. لا، انا بدخل بقالي يومين ثلاثه. يبقى انا اللي في الضياع. اه، انت بقى اللي مش متابع. بالظبط. مش تبع زي باسم مرسي كده. ما تتعبش نفسك يا احمد، الله يبارك فيك، ما تتعبش نفسك مع الاشكال دي. بص يعني ايه، ارميهم ورا ظهرك. يعني انت زي ما قال لك دكتور سمير، دي اشكال كلها قذره، واحنا مش هنخلص منهم. حقيقي. منظومه لا تنتهي. حقيقي. دي منظومه لا تنتهي من اولها لاخرها. حقيقي. ف... فانت ما تشغلش بالك بيهم، ولا توجع دماغك. انت تسمعهم كانك بتسمع نكت. ما هو ما فيش في الدنيا ضربه جزاء بالمنظر ده، مستحيل يعني. فضيحه والله، والله فضيحه. فضيحه. على فكره، انا لما قلت لك على موضوع الغمزه دي، فعلا على فكره عايزك تركز وتبص عليها. الواد بص كذا مره، لو هو بقى بنفس المنطق بتاعهم، كذا مره قال له هلعبها لك ناحيه اليمين. اما عشان دي الغمزه نمره قال لك واحد. الغمزه بتاعت بالحاج. هي نفسها بالظبط. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، احنا الناس كنا بنلعب كوره. الواد اصلا ما بعدش عن الكوره بحوالي 2 نص صحيح. متر. صحيح. فانا اول ما عرفت كده، عرفت ان هو هيحطها بالستار وهو ساخن. ايوه. هو واقف على يمين الكورة ومسافة قريبة، وواقف مش واقف مسافة قريبة وبيبص على الزاوية. وشكله كان باين جدا 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 ان هو يلعبها ضعيفة، لأن الكورة دي لو كانت دخلت بقت 3-0، لك أن تتخيل كان ممكن يحصل إيه. ايوه والله، محمد عبد العليم بيسأل، كاتب حاجه بيقول على عقوبه مدرب الشرقيه اللي قال لهم، اللي قال للحكم انتوا مش فاهمين قانون. عادي، كلمه عاديه يعني. قال لك سلوك مشين وتوقف 4 ماتشات. واللي نزل وشتم الحكم في قلب الملعب خد ماتشين. لا، اللي ضرب الحكم على قفاه. واللي ضرب الحكم خد ماتشين. ومروان نزل ايد واللي الحكم سب الدين خد وما ماتشين. خدش حاجة. مروان عطية منزل ايد الحكم خد وما انذار. خدش حاجة. خد كارت اصفر. آه. والبلنتي ده فاول على اشرف بن شرقي، فاول عليه. يلا. لا، دي بداية الجميع كده. وانا اسيب المايك للحبايب على ما ابتدي اجهز اسئله وارجع لك تاني يا باشا. حبيبي يا استاذ اشرف. وفين دكتور سمير فين وحسام الدكتور فين سمير والناس دي كان فين؟ تحت، مش عارف راح فين. انا كان عندي مشكله في الانترنت، نسيت اجدده ودخلت ودفعت ولسه ما ظهرش، فانا شغال على الباقه وحاجه عك. وي دي بقت حاجه مقرفه قوي. للاسف. يقول لي انت بس ما فيش غيرها، معلش ما كده في خلال ربع هتعمل ايه؟ ساعه ما فيش ونص ساعه، غيرها. في حاجه اسمها كده. يا استاذ ياسر، ده بيشتغلونا. ده انا النهارده بجدد الباقه وجايبين لي فلوس وعليا ما اعرفش ايه وكرتون ايه وما اعرفش ايه، ولا انا عملت كرتون ولا اعرف ولا اي حاجه من الحاجات دي. كلها اشتغالات وكلهم بيسرقوا بتوع المحمول كلهم، كل الشركات. لا، هي بيني وبينك الدوله لازم تتدخل برضه في هذا الموضوع. انا مش عايز البخ اكتر من كده، كنت هقول حاجه يعني. هم مش مكفيهم المكسب الحلال، ما هم بيكسبوا حلال كتير، مش مكفيهم لازم يسرقونا. لا بص يا ريس، هم بيكسبوا حلال وبيكسبوا حرام وطنشنا على كده. طب انتوا بقى دلوقتي فوق الحلال والحرام في حلال، عايزين تخشوا تكسبوا حرام تاني؟ والحلال هتجيبه منين يا بيه؟ معلش يا اخوان، الحلال ده اصلا هتجيبه منين؟ اصلا هتجيبه منين؟ كنت عايز اسال حضراتكم سؤال. في حد منكم حضرتك سافر خليج او اي دوله عربيه؟ ايوه. انا في حياتي سافرت ليبيا وليبيا والسعوديه وسوريا. انا رحت الامارات والسعوديه. ده امتى يا شباب؟ امتى؟ ساعة بعد النت ولا قبل النت؟ انا رحت الامارات السعوديه 83، وبعدين قبل شويه، وبعدين اخر سفر كان 94، ورحت الامارات 98. بلد لا تطاق. عايز ناس بتقعد فيها ما عندهاش دين. لا هو كده، سيبك من كده.
سيبك من كده يا باشا، كل واحد هو عمله، مالناش دعوه. انا بتكلم عن حاجه تانية، انا بتكلم عن النت يا باشا. لا بص بتقارن ايه بايه يا استاذ اشرف؟ اتفضل. بتقارن ايه بايه؟ لا انا اقول لك على حاجه، انا مش ده مش انت هقول امريكا، بتقارن انا ده عندي انت 4 خطوط. بتقارن فيراري في بلاده 2107. انا مش هقول امريكا، انا عندي 4 خطوط على شركه اسمها تي موبيل، اه وفي اي تي ان تي اللي هي الشركه اللي احنا رحنا الاستاد بتاعها يا احمد. اه شركه الايه الاستاد اللي انا عمري ما هنساه في حياتي ده. اه الشركه دي بتديك حبيبي 4 خطوط ب 100 دولار ب 100 دولار في الشهر. اه يعني 100 جنيه، يعني 100 جنيه. اه فانت بتاخد انليمتد كل حاجه في حياتك. يعني انت فاهم، يعني غير محدوده بالنسبه للموبايلات. وفي شركه تانية اسمها سي او اس، دي بتعمل النت بتاع البيت ب 35 دولار في الشهر. ان شاء الله تتفرج من هنا لغايه 100 سنه قدام ما بيخلصش. كل حاجه انليمتد. مفيش حاجه. لا ده انا بدفع حوالي 1200 جنيه والباقه بتخلص، والله بكمل برضو الشهر بدفع باقات تانية. انت داخل في باقه ايه يا استاذ احمد؟ انا عامل حاجه اسمها نظام اسمه سوبر سبيد ده ايجل. اللي هو لا ده عامل لي الارضي مع الموبايل، مع اسمه ايه اسمه ايه مش عارف اسمه ايه والله. وي باقة تبع تليفون. طبعا وي رابط لي الموبايل بالنت بدفع بتاع حوالي 1200 جنيه وبجدد برضه ما بتكفينيش لاخر الشهر. اصل انت برضه انت بتفتح لايفات ايوه والابلود بتاع اليوتيوب والكلام ده كله انا بستهلك نت عالي. لا يا جماعه، المفروض يا جماعه مفيش حاجه اسمها بتفتح لايفات وبتفتح فيديوهات. المفروض انه على فكره في العالم كله مش في امريكا بس يا استاذ اشرف، بقى الانترنت النهارده انليمتد. هو الليميتد ده هنا بس، الليميتد ده هنا في مصر بس. ما انا برد على الراجل اللي بيقول الحرام والحلال، هو ده الحرام يا ريت. الناس دخلت واعترضت، وكان في ضغط من الشباب ومن الناس وبتاع كلام من ده، الا ان الدوله برضه متمسكه بان هو يبقى محدود. ايوه انا بدفع سوبر سبيد 400 جيجا وبيكفوا. بس يعني لو انا بقى من النوع اللي بتفرج على تمثيليات ولا بتفرج على مش عارف ايه ولا يوتيوب، مش هيكفوا. بكام دول؟ بتدفع كام في الشهر يا استاذ؟ 660 جنيه يا استاذ جمال. انا بدفع يجي 1500 جنيه كل 10 ايام، يجي 500 جنيه 480 جنيه. بس انا بشوف فيديوهات كتير بصراحه يعني. طب ما انا بشوف فيديوهات انا بشوف ده من حقك، ما تشوف يا عم اللي انت عايزه. بس عارف. بدفع حوالي 1500 جنيه في الشهر. ليه يا استاذ جمال ليه؟ الباقه بتقعد حوالي 10 ايام. يعني انت ما عندكش منزلي؟ بس احنا 4 بنستخدم النت قول كده بقى. مش لوحدي، لا التليفون الارضي. لا انا معايا ابني بس، هو ده اللي بيستخدم حضرتك. اتفضل. لا هي الفكره، هي انت لو جيت حضرتك بصيت على الموضوع من فوق شويه، يمكن احنا نحس بيه عشان احنا شايفين الفرق. يعني مش النت بس بقى، لا السيستم كله لو حضرتك قارنته، لا في حاجه تحس ان هم عايزين يفضلوا طول عمرهم خانقين المواطن المصري. ليه؟ انا مش فاهم. هي دي حكومات حكومه مش ليه اقل حاجه؟ ليه بيدوني اقل حاجه في كل حاجه في الدنيا؟ يعني احنا العامل هنا اللي هو راتبه 2000 دولار يقدر يجيب الايفون وهو قاعد في البيت، اللي هو الايفون 17. واخد بالك؟ الموضوع بقى اسهل مما تتخيل. احنا لا، احنا لازم نفضل كابتين. يعني انت العامل عندك يا استاذ اشرف بياخد 2000 دولار بما يعادل هنا 100000 جنيه. ده احنا اللي بياخد 100000 جنيه هنا. 2000 جنيه بياخد 2000 جنيه هنا 100000 جنيه هنا بيقولوا عليه حرام. 2000 جنيه بمعادل 2000 جنيه. يعني الدولار هو جنيه، هو العمله بتاعت البلد. فاللي عايز اقوله لحضرتك ايه؟ انا دلوقتي عايز اجيب لاحمد، احمد ده ابن اختي، احمد علام ده ابن اختي، عايز اروح اجيب له، ابعت له موبايل من هنا، هات له موبايل، انا ما بدفعش فيه حاجه، ده ببلاش هنا. واخد بالك؟ ما اعرفش. انا بقى هدفع هنا. لو انت بعت موبايل انا هدفع عليه هنا.
انا اختي نزلت من السعوديه بموبايل بتاعها استعمال شخصي جايباه من هناك، لسه دافعه 4000 ونص، فتحوه لها 3 شهور واتقفل، ودفعت 4000 ونص عشان الموبايل يتفتح ويشتغل، وهي جايباه بفلوس هناك في السعوديه. مدام مسافره النهارده بالسلامه على مصر، وبعدين بتقول لاخوها شوف لي موبايل من عندك مستعمل عشان استعمله، وهي معاها هنا سامسونج اللي يكون هتدفع عليه، بالظبط. هتدفع يعني هتدفع. اقول لك هو عليها ده منظومه الاهلي يا جماعه، هي دي مصر منظومه الاهلي. يا استاذ احمد، في حاجه ما حدش خد باله منها الا انا. في الاجازه دي بناتي كانوا هنا، هم مع جوازهم في السعوديه. اما بطلب اوبر، انا هنا مقيم في مصر، بيجي بنص الثمن. بنتي تطلب يديها الثمن مضاعف، يعني ابو 200 جنيه اللي انا بطلبه هي تطلبه يديها 400 جنيه. خلاص اطلب لها انت يا حاج جمال، اطلب لها انت. ما هو ده اللي حصل. هم بيبقوا عارفين اللي جاي من السعوديه او جاي من بره. بيفتشوه. يا بنتي ما تزعليش، ده هم تقريبا عارفين ان انت جيتي من السعوديه. انا هطلب لك او اختك تطلب لي، بقينا احنا نطلب. البلد مش ما اعرفش في ايه. الحكومات دي عندها الشعب. دي يا جماعه من الاخر منظومه الاهلي. مصر دي منظومه الاهلي كل ما فيها من احنا خرجنا بره المواضيع كلها. عايز اقول حاجه بقى، لسه يا دوبك دلوقتي بعد اكتر من تلت ساعه لسه الفلوس اللي انا دفعتها لسه مسمعه دلوقتي. طب الحمد لله، ارجع غير بقى الواي فاي. يعني بص هم حاطيننا في ايه؟ اشتراك والميعاد عدى وادفع وما مشيتش من الباقه، وتقعد تكلمهم في التليفون يا جماعه، يقول لك طب استنى ربع ساعه. ايه يا عم، ايه الخبص اللي احنا فيه ده؟ ايه يا جدعان في ايه؟ البلد اللي تقول ان دي ضربه جزاء للاهلي اعرف ان دي بلد فاشله كل حاجه. دلوقتي بقى ممدوح عباس، انا قريت حته يا ممدوح عباس ولع الدنيا، بيقول لك الوادي البرازيلي ده لازم نحاسبه ما اعرفش ايه، وهو واخد فلوس من نادي في الامارات. يا دكتور سمير، هل هو واخد فلوس من نادي في الامارات؟ لا ما فيش الكلام ده. امال ايه ممدوح عباس طالع؟ انديه الامارات ما بتتعاملش كده يا جماعه. انديه الامارات ما بتدخلش نفسها لا في حوارات ولا في مشاكل. وبعدين الناس هناك مش هبله عشان يبقى لاعب على قوه نادي تاني وهم بيفاوضوا النادي ده، عمره ما هياخد جنيه ولا درهم ولا دولار غير لما يكون النادي الاماراتي ده مخلص كل حاجه مع نادي الزمالك. يعني الواد ده لو واخد فلوس من شباب اهلي دبي، افهم ان شباب اهلي دبي مخلص كل حاجه مع الزمالك. انا لسه قاريها دلوقتي قبل ما اخش عليك، لقيتك بقى ما كملتش او كاتب مكتوب كده بالظبط. الواد البرازيلي ده لازم يتحاسب ويتربى. هل بقى هو عايز يطفشه؟ هل هو عايز يعمل ايه؟ يعلمه ربنا. ايوه. ممكن يكون عايز يطفشه. لا هو اتباع. بص، في حاجات كده بتيجي بالامر، استاذ احمد معلش عشان انا اتلخمت في النت وانت بتتكلم في اللايف. ايه حكايه ممدوح عباس؟ انت اتكلمت عليه ولا انا مش عارف؟ كلمته. بيقول لك هنحول جون ادوارد قال للجنايات، اصل هو السبب في قضايا ايقاف القيد. لا ده كده هيبقى فيه موضوع كبير قوي. طب ما يحول اللي جاب مشلاك ويحول اللي جاب عمر فرج. لا هو جون ادوارد. هو جون ادوارد بس. بلده بقى، بلده ما دي بلد الزفر، ما هي دي بلده. اقسم بالله جون ادوارد ده لو رئيس الزمالك اللي كان عمل بطولات ما في بعد كده مع الزمالك، ولا كان بزيرة ده يعمل كده ولا اي لعيب يعمل كده. ما تعرفش يا عم جمال، ده هو النظيف اللي دخل النادي. ولا تعرف وانت عايز واحد محترم، يعني محترم وملتزم. طب يمسك نادي الزمالك. لا طب جون ادوارد ابن 60 كلب، مين اللي جايبه؟ حرامي
وسرق، مين اللي اتستر عليه وسابه؟ هم اللي جايبين. مين اللي اتستر عليه وسابه؟ هو السبب في ال20 قضية، هو السبب في ال20 قضية. طب انت صبرت عليه ليه لحد ما بقى 20؟ ما تمشيه من تاني قضية. بص يا ريس لو الموضوع تحول نيابه احنا كزملكاويه هنفاجئ ببلاوي. على فكره يا باشا ولا نيابة يا استاذ ياسر، انت عايز تفهمني ان الدولة مش عارفة؟ ولا نيابة ولا هي مش النيابة العامة نزلت بيان ان في شبهة اهدار مال عام وسنتابعكم من سنة ولا اكتر من سنة، من ايام ما الارض ما اتسحبت. فين بقى انا؟ فين نتابعكم؟ لسه بيتابعكم يا عم. ملفات في الادراج يا استاذ ياسر، ملفات في الادراج. امال الاهلي ده اللي يقدر مال عام يعمل دوله؟ لسه كنت هقول لك واحد يا عم ده كل ما يتزنق في موسم انتقالات يفتحوا له فرع يلم منه مليارات. ده اما كان مرتضى بياخد فلوس محلات النادي يجيب بقى صفقات. اشرف صبحي يقول بقى اقف عندك ايه مخالفه ازاي؟ لا اصل دي فلوس النادي اجتماعيا ما تصرفها. ومحمود الخطيب بيروح يعمل فروع في المنصوره، وفي فرع جاي في سوهاج، ويروح يصرف مليارات. دكتور احمد صباح الخير. صباح الفل يا دكتور وائل. صباح الفل عليكم يا جماعه. صباح الفل. بس اول حاجه بعد انا اقول لحضراتكم حاجه، كلام الكابتن رضا لما قال لك ان هم باعوه، هو البيعه لسه ما تمتش، واللي بيسعى في البيعه واحد صحفي من العيال السماتيح اللي هناك اللي مرميه في الامارات. الواد ده كان قاعد على رجل مرتضى، نزل من على رجل مرتضى قاعد على رجل هشام نصر، وقام من على رجل هشام نصر قاعد على رجل حسين لبيب. وهو الولد ده اللي يعني المقربين لحسين لبيب، وهو الوسيط في الصفقه. الواد ده الوحيد بقاله فتره كده اللي ما بيتكلمش عن موضوع بزيره. وانت ما شاء الله يعني كلك ذكاء وفاهم وتعرف مين لوحدك يا دكتور احمد. الواد ده وسيط في قصه بيع بزيره، والواد ده من الناس اللي بيسعوا ان بزيره يتجنس بموضوع الجنسيه الاماراتيه، والموضوع كله في بطن الولد ده. ومع الوقت يعني هيتفضح وهيتعرف قد ايه ان هو عمل متزملك، يعني ده من المتزملكين. هو حضرتك ده بياكل عيش بلدي ولا عيش شامي؟ الله عليك صباح الفل عليك يا ريس. صباح الفل يا باشا. يمكن بياكل عيش شامي او عيش بلدي ما اعرفش. والله يا ريس يعني بياكل بقسماط، هو تمامه بقسماط لا مؤاخذه يعني. ما ده اللي مرتضى منصور هاج عليه رخم، قال له يا ملياردير يا مليونير. لا مرتضى من اكتر الناس، انا اسف يعني مرتضى ده من مساوئه ان الاشكال دي هو ظهرها يعني. هو مش مساوئ ابنه بالتحديد يعني. معقولة يعني معتز الشامي يبقى هو يعني؟ ما هو ما حدش قال اسماء يعني يا حاج جمال. لا انا خدتها طايره كده، انا لمحتها يعني كده، وانا اقول ما بيهمنيش حد. امال هو يعني ما اعتقدش يعني ده هو عامل زملكاوي قوي يعني والوصف. الله اعلم. قلب على الاداره مره واحده وبعدين رجع تاني زي ما بيصير بيقول. والله لا بقينا فاهمين حاجه يا استاذ. دي المصيبه. والله خلاص احنا تعبنا. والله ما عارفين نلاقيها منين ولا منين، من غلاء الاسعار ولا من الزمالك ولا من لعيبه بنت الاحمر اللي ما بيجمعوش فلوس. يا جدعان ده انتم بتاخدوا ملايين الناس يعني كلمة مليون دي لو واحد جاله مليون في السنة هيقول لك أنا أغنى واحد. انتوا المليون ده يعني كنت تاخدوه كل أسبوع ولا كل 15 يوم. ما عادش له قيمة المليون خلاص. ملوش قيمة. حاجة يعني أنا مش عارف في إيه. وانا 30 سنة في السعودية والله العظيم ما كملت حتى ربع مليون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. استاذ احمد مساء الفل وعلى كل الزملكاويه الجمال. مساء الفل.
شفت اسمه ايه دوت بتاع نادي انبي دوت ايمن الشريعي، شفت بعد الماتش اتكلم ازاي؟ ولا هيعمل حاجه. اتكلم ايه مثلا؟ ما اعرفش عليه. مش هتشوفه في التلفزيون تاني، مش هتشوفه تاني في التلفزيون عشان البقين اللي قالهم دول. اي حد بيقول كلمه صح ما تشوفلوش اثر. ممكن تقول لي حضرتك قال ايه لو سمحت؟ ممكن تقول لي حضرتك قال ايه؟ النهارده زعلان انك خسرت، قال له لا بالعكس ده انا مبسوط جدا. لا كانت كده. لا انت بس قال له كلكم بتخدموا على فريق واحد، يعني قال له المنظومه كلها بتخدم عليه. ولا انا حاطط التسجيل الفاضي. خلاص يروح سيد عبد الحفيظ يجيبها له يا عم. سهل قوي. هو وناصر عباس يروحوا اتحاد الكوره ويجيبوها. الناس متمرسين. يا عم محدش يقدر يقف قدام طيب احنا عشان ما نخرجش بس بره الموضوع. على الزمالك يقول لك الزمالك هينزل زي الاسماعيلي. مين؟ شادي محمد الكلب ده. شادي محمد ده هربان. وحد بياخد على كلام شادي. شادي محمد ده ما بيعرفش يركز حتى في الكلام. السلام عليكم الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ عم سمير الغالي. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ازيك يا سمره؟ ازيك يا دكتور اشرف؟ ازيك يا دكتور؟ عايزين نتكلم بقى في الكوره عشان احنا شردنا كتير خالد الغندور النهارده بيقول لك بيراميدز الاهلي الاول ثم بيراميدز وبعدين الزمالك الرابع. يعني انت بتتكلموا على الزملكاويه اللي بيقولوا كده. بيراميدز فوق الجميع. اهلي مين يا عم؟ ده بيراميدز تكسب الاهلي 4-5. اما الحاج ايه؟ هو ده كلام خالد الغندور النهارده في البرنامج بتاعه. ما كلهم لازم يكونوا كريم حط السكواد بتاعك رقم 6. اللي مش هيسبب للاهلي مش هيشتغل في الاعلام ولا هياكل عيش. هو اكد ان الدوري الاهلي، يعني هو الدوري الاهلي. ده امارة ايه يعني؟ انا مش عارف، هي الناس دي عبيطه. بأمارة ايه يعني؟ كابتن التاريخي لنادي الزمالك. بس يا استاذ احمد دلوقتي لما جون ادوارد مشي اشمعنى نبرت كده؟ اشمعنى ايه؟ يعني بتحس ان في مؤامره صح؟ لما جون ادوارد مشي بزيرة راح بعدين كل قال لك انا عايز امشي وجاي لي عرض وكده. تحس ان الموضوع ده مرتبط معاه يعني مثلا؟ حتى لو يعني هو لو مؤاخذه يا استاذ احمد، حتى لو هو يعني جون ادوارد هو اللي كلمته بس على جزيره وجزيره. هو اللي جاي جون ادوارد هيقعد ويقول لك مش هاجي الزمالك واسيب فلوسي؟ مستحيل طبعا. طيب انا يا دكتور سمير، طيب انا هفترض معاكم ان جون ادوارد هو اللي محرض بازيرة وهو اللي قال له ما ترجعش. انا هفترض الكلام ده حصل. هو عقد بازيرة مع جون ادوارد ولا مع الزمالك؟ يعني العقد اللي هو ماضيه مع جون ادوارد ولا مع الزمالك؟ مين اللي يقدر يحاسب بازيرة ويقعده غصب عنه؟ هل حد في العالم كله، انفانتينو مش جون ادوارد، هل انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يقدر يجبر الزمالك على بيع بازيرة؟ لو جاله 200 مليون دولار عادوا معاك انت يا عم جون شري ومحرضه، عقد اللاعب معاك انت. وغير كده يا استاذ احمد، انت تحاسب جون ادوارد امتى؟ لو عقد بزيرة فيه ثغرة ومشي، واخد بالك؟ انما عقد ولا تحاسبه انه في ثغرة. هي العقود دي مش بترجع لمجلس الإدارة ولا هو جون بيمضيها كده وبتمشي؟ وفي الراجل ده قسما بالله العظيم ما عنده ريحه الدم ولا شاف دم في حياته ولا عنده حتى قرايبه عندهم دم ان يقولوا له امشي كفايه لحد كده، هزقتنا وهزقت العيله كلها. حتى الراجل ما عندوش دم. نادي الزمالك من جوه خربان، انت ماشي في خرابه. اللي عمله مرتضى منصور هو النادي قسما بالله. ده الراجل ده قد كل حاجه، قد النادي كله من جوه. اللي بيحصل ده حق والله العظيم انا كنت بسيب ولادي ايام مرتضى منصور، اقسم بالله ما في واحد يقدر يجي جنب الترابيزه. النهارده
معاكسات وخناقات جوه النادي وبلطات. يا استاذ ابراهيم، يا استاذ ابراهيم، العيال اللي هم بتوع العربيات دول ما تزعلش مني، ما تزعلش مني، تستاهلوا، ايه؟ تستاهلوا، انتوا تستاهلوا، يستاهل. صح. ما تزعلش مني يعني. بتتكلم انت، هو مش واحد بس. لا لا مش واحد بس، الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه اللي تصبر على الاشكال دي تستاهل. اقسم بالله لو عضو جمعيه عموميه لا اطلع اجيبهم من فوق بالجزم وارميهم بره النادي. هم فين؟ انت بتتكلم كده، هم ايه فين؟ مش موجودين في، ما بيجوش النادي؟ ما بيجوش النادي؟ لا ازاي يعني؟ ما الاجتماعات دي بتتعمل فين؟ اجتماعاتهم دي بيعملوها فين؟ مكاتبهم في النادي فين؟ انت بيفكر فكرك بينه وبين النادي، بقول لك ضايع خالص، ضايع خالص. ولا استاذ لو مرتضى منصور الوقت كانوا لعبوا ماتش الاهلي على استاد القاهره والزمالك يلعب في الاستاد الاحتياطي، ولا الاهلي كان راح للنصب عليهم في 70 مليون وعملوا له استاد السلام عشان يلعب عليه ومفيش حد حاسبه ولا دفع الديون اللي عليه ونصب على الناس وخد استاد السلام وبعدين سابه ومشي وهو يلعب في استاد القاهره والزمالك يروح يلعب بره يدفع، كانوا يعملوا مليون حساب. لا انا هقول لكم بس على واقعه واحده حصلت في الاهلي. ما طاهر ابو زيد طلع اعلن حل مجلس اداره حسن حمدي وعين عادل هيكل وما اعرفش كام واحد كده لجنه مؤقته. عادل هيكل ما دخلش النادي، ما دخلش النادي الاهلي. اعضاء الجمعيه العموميه وقفوا ومنعوا عادل هيكل من دخول النادي الاهلي، وبناء عليه قرار الوزير تم اقاله الوزير، او هو بقى قدم استقاله والقرار اترمى في الدور. فده اللي حصل، ده الجمعيه العموميه للاهلي، ده اللي الجمعيه العموميه للاهلي عملته. واحنا عندنا جمعيه عموميه بقالهم 3 سنين النادي خرابه اجتماعيا، الحمامات السباحه الالعاب النادي بقى موبوء، وعلى المستوى الرياضي في كافه الالعاب تخريب وتدمير، واعضاء الجمعيه العموميه ساكتين ولا حد بيقول تلت التلاته كده. فمعلش يعني نستاهل. حتى لو اهلاويه، حتى لو اهلاويه، استاذه يا ماما سلوى بتقول اغلبهم اهلاويه. حتى انا لو عضو في النادي الاهلي وشايف رئيس النادي بيخرب في النادي اجتماعيا وبيضرني انا كعضو وعيالي اللي انا بدفع فلوس وبصرف على النادي ده، والنادي ده بتاعنا قبل ما يكون بتاعه هو، وشايف النادي خرابه وما بعرفش استمتع بالفلوس اللي انا بدفعها، هنط في كرشه هسيبه. ولادهم يلعبوا فيه وهم قاعدين تحت الشمسيه يشيشوا يدخنوا يعملوا اللي هم طب ما هو بقى ولادهم مش عارفين يلعبوا في النادي، ما النادي بقى خرابه مش عارفين يلعبوا فيه. النادي يخرب ولا ما يخربش، ما هو مش ناديهم. ايوه اعضاء في النادي ده علشان جنب بيوتهم مش فارق معاهم. ايوه طب ما انا بقول لحضرتك يا استاذه سلوى ايوه ماشي، انا متفق يا جماعه. مش انت لسه يا استاذ ابراهيم، مش انت لسه بتقول ان النادي اجتماعيا خرابه وانت مش بتآمن على اولادك تسيبهم في النادي؟ طب ما هو الاهلاوي زميلك في الجمعيه العموميه شايفه خرابه ومش مآمن على اولاده هو كمان، ملهاش علاقه بالانتماء. النادي ده اجتماعيا بتاع اعضاء الجمعيه العموميه، اللي يخرب فيه الارض اللي اتاخدت دي هي ارض حسين لبيب ولا هشام نصر؟ ارضكم انتوا، ارض الاهلاويه قبل الزملكاويه. انا راجل النهارده اهلاوي وعضو جمعيه عموميه في نادي الزمالك وساكن في اكتوبر، او كنت ساكن في البلد الاول في 100 عقبه ونقلت اكتوبر زي ما الدنيا كلها نقلت اكتوبر، وفي نادي هيتعمل ما بيني وما بينه بدل ما بدب انا مشوار للنادي ساعه ولا ساعه ونص، في نادي جديد هيتعمل همشي له يعني هروح له في 10 دقائق. سحب الارض ده ضرني ولا ما ضرنيش؟ انا كعضو جماعه عموميه ضرني انا في المقام الاول. ومين قال لك يا استاذ احمد؟ أيوة. انت كزملكاوي ومضطر لان مفيش نجاحات في الاداره، مفيش نجاحات في وكاهلاوي ما انا بقول لحضرتك اهو، انا كنت هروح نادي. مين قال لك ان هم بيفكروا كده؟ مين قال لك ان هم بيفكروا بالطريقه ديت؟ هم لو
بيفكروا اللي صح، هم عايزينه موجود في هم النادي. لو بيفكروا صح ما كانوش شجعوا النادي ده. اه يعني هو لو كل بيبقى اللي عندهم فكر، بيسلبوه اللي لو بيسلبوه عندهم ليهم فكر وولادهم ما موجود كانوش في شجعوا النادي. النادي ده. على فكرة أعضاء الجمعية العمومية الأهلوية ما بيروحوش أصلا، يعني الرجالة ما بتروحش النادي، الستات والولاد هم اللي بيروحوا، اللي بيتدرب واللي بيتمرن واللي بينزل حمام بيروحوا السباحة. حمامات السباحة، بيروحوا يلعبوا في طيب النادي أنا بقى كان بتاعت قدامي الأطفال. حمام سباحة الستات قاعدين مع بعض يرغوا حلو ويشربوا شاي وياكلوا ويشربوا بس. حلو، أنا بقى كان لكن قدامي نادي حمام عايزينه السباحة نادي بتاعه اجتماعي، نضيف. عايزين زي نادي الصيد كده، عايزين يا نادي استاذ طب اجتماعي. ما هو مش زي نادي يا استاذ الصيد. ايام مرتضى حد كان يقدر يشرب سجاره كده، يمشي في النادي يشرب سجاره؟ لا ما هو بقى الزملكاويه هم اللي حاسين بالفرق. ده ابن اخته، الزملكاويه بقى بيقولوا خرابه عشان حاسين ابن بالفرق. ابن اخته اسمه مرتضى برضه على اسمه، كان بيمشي في النادي عاكس البنات هناك في كده، طردوا من النادي وقال للامن اللي هيدخله